ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد 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 جامد. اقسم بالله الانترو ده كان اكتر حاجه عجباني. يا سلام، جامد 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 جامد. بص بقى عزيزي المشاهد، فكره الفيديو بتاع النهارده هتكون عباره عن زي ما انت قرات في عنوان الفيديو ان انا اخلي اليوتيوبرز هم اللي يحددوا الثلاث وجبات: فطار، غدا، عشاء. مش كده وبس، لا يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. فباذن الله الفكره دي تعجبكم ونعمل منها جزء تاني. فانا مش عايز اطول عليكم كتير في المقدمه، وعايزين نشوف اليوتيوبرز اللي معانا النهارده. معانا النهارده 3 يوتيوبر، مش هقول لكم على اسمائهم دلوقتي، هسيبكم كده مع كل وجبه تتفاجئوا بواحد واحد. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الوجبه الاولى اللي معانا النهارده من انهي يوتيوبر. بس قبل ما تروح تشوف اليوتيوبر ده ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده 100 لايك. برده ما تنساش السبسكرايب بتاعك في القناه. عايزين نوصل 10000 مشترك يلا في اسرع وقت. وبس كده يلا بينا اما نروح نشوف هنفطر ايه النهارده مع انهي يوتيوبر. فيلا بينا. اول يوتيوبر معانا النهارده هيكون عمرو بشري زي ما انتم شايفين اهو. المفروض ان انا بعت له على الانستجرام وقلت له كالاتي: يا عمرو انا هعمل تحدي على يوتيوب وكده، وفكره التحدي انك تحدد لي اكله كلها وبس كده، مستني ردك يا اخويا. هو بكل احترام قام قايل لي كل برجر بالجبنه. ما طبعا بقى ما حددليش ولا فطار ولا غدا ولا عشاء، بس انا قلت اصل الاكلات اللي معانا النهارده دي ما تنفعش فطار ابدا، لان في وجبتين جايين اللي هي الغدا والعشاء دي ما تجيش فطار ابدا، هتتفاجئوا بيهم قدام. دول ما ينفعوش ان انا افطر بيهم ابدا. 3 مرات يا سيد. واكتر اكله ينفع افطر بيها هي البرجر بالجبنه دي. فاحلى عمرو بشري في الدنيا كلها والله العظيم على الاكله الجميله دي. الحمد لله جاب حاجه سهله. فيلا بينا دلوقتي، المفروض ان انا اروح اجيب البرجر والجبنه ونعمل السندوتشات او نشوف هناكله ازاي. بصوا بقى النهارده هتشوفوني ايه. اركن بقى الشيف حسن على جنب والشيف شربيني، طبعا دول فوق راسنا، بس طبعا الزوز جه لازم يغطي عليكم في اي حاجه. فيلا بينا. لا مؤاخذه بس يا شيف حسن هاخد كلمتك، انتظروني بس كده. يلا بينا يا جدعان نروح نجيب البرجر. جبنا البرجر بمشتقاته بكل حاجاته بكل حلوياته، ودلوقتي يلا عشان انا جعان وما اكلتش حاجه من الصبح اصلا. فيلا بينا الى فقره الشيف زياد طبعا اللي هيغطي على الكل. فيلا بينا نروح على المطبخ المتواضع بتاعنا ونعمل البرجر. يا موهوم يا ابن الموهومة. بعد ما عملنا حركات الاكشن دي كلها، دلوقتي استنى، هو المفروض نستنى الزيت لما يعمل ولا نحط دلوقتي؟ يا لهوي مش عارف، بس متهيألي مش عارف، سيبوه 3 ثواني مثلا. الطاسه بتولع، مش عارف، انا حاسس الفيديو ده هيحصل فيه حاجه مش عارف ليه. طبعا جبت اللي شبه بتاع الشيشه دي، امسك بقى الهمبرجر. اللي احنا هنرمي ونجري ايه ده؟ اجري يالا. ما عملتش تش ليه؟ في ايه؟ انا رميت في وقت غلط ولا مش المفروض تعمل تش؟ اي تش خالص. ايوه بدات تبقلل اهي، الريحه بدات تطلع. حركاتك يا تكاتك يا ام حسن. نقلبها على الجنب التاني. يا حركاتك يا تكاتك. كده كفايه ولا كده حلوه؟ اديها شويه لسه ما عايزه تلعب في الميه شويه. اعد من 1 ل 10 ونشيل. 1 2 3 4. انا اعتقد كده حلوه صح؟ شايف هو الزيت بينقط بس حلوه. يلا اللي بعده. احنا هو بيتعمل كده. انزل بقى دوس لايك بقى يا جدع بقى، يا جدع انزل دوس لايك بقى. ما احنا صارفين ومكلفين يا عم بقى. دوس لايك يا عم، عايزين نجيب حق الحاجه دي يا عم. والله العظيم ما بشحت. الطاسه بتولع والله. كفايه لحسن نولع في البيت. ان اخر واحده اقسم بالله الطاسه بتولع. كفايه اطفي النار اطفي النار. يا جدعان كده عملنا 3 برجر. يلا بينا. يوه انت لسه هنا؟ تعالى يا عم بقى عشان ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقيم النهارده اكل الزوز طبعا هيكون طعمه عامل ازاي. فاللي طعمه الزوز ده اللي بقوله ده، الاكل اللي عامله الزوز ده هيكون عامل ازاي. فتعالوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 برجر طبعا في قطعه متاكل منها، انا اللي لسه واكل منها واحط اللي بعده. يلا نحط اول قطعه. تمام. بعد القطعه دي بقى ايه؟ ناقصنا حاجه. ناقص بالظبط، هو ده اللي ناقص. يلا بينا نحط شويه كاتشب. يا جماله.
اقسم بالله طعمه جمدان، حاجه فوق المريب فوق المريب، اقسم بالله حاجه جامده قوي. عارف لو ينفع اكلكم معايا والله كان زمان موكلكم، بس انت لما موكلكم بقى اقول لكم نفس مره محامي مش فاكر ساعتك بتكلمني؟ صل على النبي كده المعده اتملت على الاخر، الحمد لله فطار زي الفل والله العظيم يا جدعان، طعمه جامد. تسلم يا عمرو يا بشر وعهد الله يا جدع. في الاجزاء الثانيه لازم اجيبك بسبب الاكله الحلوه بتاعتك دي. فدلوقتي هروح وارجع لكم مثلا على ساعه الغدا، مثلا الساعه 4 العصر 3 حاجه زي، على حسب ما نجوع كده ولا حاجه. فهرجع لكم عشان تشوفوا اليوتيوبر اللي حدد لنا وجبه الغدا، ويا ترى الوجبه دي هتكون ايه. فاستنوني وقت الغدا. بس كده انجوي. ايه انجوي دي؟ انجوي ايه؟ هجيلكم وقت الغدا. باي. ورجعت لكم تاني يا جدعان في ميعاد الغدا. دلوقتي طبعا انتم متحمسين عاوزين تعرفوا مين اليوتيوبر التاني اللي معانا النهارده. تاني يوتيوبر معانا النهارده يا جدعان هو هيكون هيكل توينز. طبعا هيكل توينز يعني مش محتاجين نعرفكم عليهم، من اشهر اليوتيوبرز في الوطن العربي. فالمهم انا دخلت قلت لهم رشحوا لي اكله كده اكلها، يا هيكل يا توينز. طبعا الاثنين ما توصوش، ودي تعتبر احلى اكله معانا النهارده، بس هي مكلفه شويه. هتقول لي احلى اكله ليه؟ اقول لك لاني دافع في الاكله دي حاجات كتير جدا، والاكله دي يا جدعان هتكون زي ما انتم شايفين. بيقول لي اعمل سويت اند ساور اللي بتتعمل في مطعم باندا هاوس. وطبعا كالعاده هنلغي باندا هاوس ده كده على جنب، ونشوف الشيف الزوز هيعمل سويت اند ساور ازاي. يلا يا جدعان عشان مش عايز ارغي كتير، تعالوا بقى على المطبخ وشوفوا عمايل الزوز بقى وتركاته في الطبخ. فيلا بينا. طبعا يا جدعان هنعمل دلوقتي الفراخ. عملنا التتبيله اللي يا خرابي ده نصها وقع على البتاع. بص نصها ماشي مش مهم بقى. بص اكتشفت باظ يا جدعان. يا نهار اسود، اقسم بالله يا جدعان ما ببزر، والله العظيم ما ببزر، بس هو اللي وقع كده اعمل ايه؟ شكلها هيبقى كده. A few moments later. دلوقتي يا جدعان الحمد لله خلصنا الطبق اهو زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انت شايف. دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل خضار، وبعد الخضار نحط كله بقى مع بعضه في زيت صغير كده ومش عارف. انا جبت طماطميتين وفي حته فلفلايه، يعني عارفين في ده كله جايين نبخل في الخضار، مش فارقه بقى. سيبكم بقى يا جدعان مع الشيف عبد الله طبعا اللي هيساعدني. شايفين يقطع الخضار بقى. بص يا سلام، هيقعد الشيف براك والله. شايفين الجمال. توقعاتك هتبقى حلوه ولا وحش؟ هي شكلها حلو بجد والنبي يا ابو نواف. بس لسه بقى صعب. لسه الطعم. فخس عليك يا نكس.
كده يا باشا احلى سويت هنتصورها من جنب. بس قبل ما نجربها انت شايف ايه؟ هتكون حلوه ولا هيكون طعمها وحش؟ انا شايفها هتكون حلو. طيب يعني بنسبه كام في المية كده؟ 60%. يلا بينا يا جدعان نروح ناكل ونقيم طعمها هيكون عامل ازاي. عمرو يا بل خليها على نفسي. حلوة في الفرندا لنحن والزبد. وربي وربي كمان مرة عشان هو صاحبي وربنا فجر. هتاخد ايه وانا كام؟ ذوقني بقى. دوق انت بقى. طعمها حلو والله. وربنا فجر. شربتها يا كروديا؟ يا ساتر استر. لا لازم تخليك ساعة فنادق. لازم ما تبقى شيء. هي جامده قوي بس هي مسكره فاهم؟ عشان كاتشة. بتحب المسكره؟ فاهم انا ما بحبش الحاجات المسكره قوي. انا يمك باك. اه الحمد لله عباك. والله يا ابني رايقة. يعني هيكل هتوينز الحمد لله عملنا الاكله اللي انت عاوزها الحمد لله. انا اكلت كده. خد يا وز الطبق. حلوه والله بس انا ما بحبش المسكر فاهم؟ احنا الحمد لله دلوقتي عملنا وجبه الغداء. هستخدم اخر وجبه معانا النهارده وهتكون وجبه العشاء. نجي لكم بقى في وقت العشاء عشان تتفاجئوا مين اليوتيوبر اللي لنا هتاكلوا ايه والكلام من ده تمام؟ فاستنونا في وجبه العشاء. ورجعت لكم تاني يا جدعان وقت العشاء. وطبعا وجبه العشاء دي اكله مصريه اصيله جدا، يعني كتر خير اليوتيوبر التالت اللي معانا النهارده واخر يوتيوبر اللي هو اختار لي الاكله دي. وتالت اكله هتكون من اليوتيوبر محمود توفيق. اللي ما يعرفش محمود توفيق ده يا جدعان هو يوتيوبر كان بيطلع مع تريبل، بس حاليا هو عنده تشانل على اليوتيوب. وطبعا زي ما انتم شايفين الراجل جايب 100,000 مشترك، فيا رب وعدنا. فلو انت ما عملتش سبسكرايب للقناه انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب يا عم، عايزين نوصل 10,000 مشترك بقى. فالمهم محمود توفيق اختار لنا اكله جميله جدا، والاكل دي هتكون كشري مصري. طبعا دي اشهر اكله موجوده في مصر، من احلى الاكلات في مصر هي الكشري المصري. فدلوقتي بس للاسف هنا في حاجه، مش انا اللي هعمل الكشري المصري بايدي. نزلت للشيفه مهما كانت برضه ست الكل امي، هي طبعا ربنا يخليها لي هي اللي عملت لي الكشري، لانه بيحتاج شويه حاجات كتير. فطبعا هي اللي عملته لي. انا مش عايز ارغي كتير ويلا بينا يا جدعان عشان جعان وعاوز اكل. يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا جدعان طبق الكشري العالمي من ست الكل. يا جدعان والله احلى اكل اللي بيتعمل من ايد ست الكل ده. سلام، اكل صحي كده ومعروف الحاجه جايه منين والبتاع ده. لكن اكل بره ايه؟ اكل بره ايه؟ اكل بره دي انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايز اكل. يلا بسم الله. يا ولاد اللعيبه الجمال والحلويات دي اقسم بالله يا ست. يا سلام يا ربنا ما يحرمنا من ايديك دي يا ست الكل. سيبوني بقى سيبوني مع الكشري. برضه حابب اشكر اول حاجه طبعا ست الكل، وتاني واحد هشكره هو محمود توفيق لان اختار لي الاكله العظيمه دي. عظيمه يا مصر والله. بصوا بقى يا جدعان نقفل الفيديو دلوقتي وناكل العشاء بتاعنا. طبعا المصريين بيتعشوا اي حاجه يا باشا ارمي ومالكش دعوه. طبعا بنتعشى كشري مصري، لو ما تستغربش عادي انا مصري ما تستغربش. هخلص اكل واجي لكم بقى نهايه الفيديو. يلا هروح اكل واجي لكم. برافو حقيقي برافو. ورجعت لكم تاني يا جدعان بعد ما خلصت الكشري. وللاسف دي نهايه الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفكره تكون عجبتكم. المهم لو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، كمان السبسكرايب. يلا يا اسطى بقى عايزين نوصل 10,000 مشترك. قبل ما انهي الفيديو طبعا حابب اشكر الثلاث يوتيوبرز اللي كانوا معانا النهارده، وهو هيكون عمرو بش ومحمود توفيق وهيكل توينز. طبعا شكرا على الاكلات الجميله دي والله العظيم. باذن الله لو الفيديو ده عجبكم ووصلتوه مثلا 100 لايك او 70 لايك هنعمل من الفيديو ده جزء تاني. وبس كده يا جدعان واشوفكم في فيديو جديد. سلام.